صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نفطر بقى مع بعض كده. نعمل سندوتش بيض. سلقت كده بيضتين مسلوقين وقطعت شوية طماطم وخيار، وهحط بقى البيض في السندوتش بتاع التورتيه ده. هقطع البيض كده شرايح بالبتاع بتاعت البيض دي، حلوة قوي. كنت هعمله بالاهرسه كده بالشوكه، واعمله احط عليه شويه مايونيز كده وشويه فلفل اسمر وبابريكا، بس قلت لا، مش قادره اصلا، لان في يوم طويل النهارده وهننزل نشتري كده تجهيزات للعزومه. عازمين بنات عمي ومرات عمي وكده والعيله يعني. فالمهم قطعت البيض كده، وهحط بقى ايه عليه شوية بطاطس كده بيديله طعم خطير. هحط بقى البطاطس كده، ومهم بعد كده بقى ايه هقفله وحمره بشوية زيت زيتون، قال يعني عشان يبقى هيلثي. الفه بقى بالشكل دوت، وهحمره على الجنبين كده في الطاسة. وهطلعه بقى من الطاسة بعد ما ياخد لون كده، وهحط جنبه شوية سلطة، ونروح بقى نفطر. عايزة اقول لكم طعمه كان خطير. البيض مع البطاطس، ويا بقى لو حطيتي حتة جبنة كده تشيدر او جبنة رومي او جبنة موتزاريلا، بيبقى خطير. وهتشبعي وهتاكلي وهتخسي ان شاء الله مع شوية السلطة بقى كده. خلصنا بقى فطار. هروح احضر الزبادي اليوناني دي، هحط فيها شوية عسل وشوية شيا، وهسيبها. انا بحضرها يعني من الصبح، لان هي بتفضل يعني المفروض ان انتي تسيبيها مثلا ايه ساعتين 3 عقبال ما الشيا تتنفش كده، وتعمل طبقة اللي هي الطبقة الجيلي اللي بتعملها دي، عشان لما تاكليها تنفش في بطنك وتشبعي اكتر. حطيت بقى معلقتين شيا كبار كده، وحطيت معلقة بذور كتان، وحطيت بقى معلقه عسل. معرفش ايه اللي يخليني احط عسل مع ان الزبادي مسكره اللي هي بالبلو بيري، بس يلا كان طعمها حلو برضو. هقلبها كويس قوي كده، بعد كده بقى احطها في التلاجة. جبنا شويه مشتريات كده، تعالوا ايه اوريها لكم، عشان عندنا عزومه. عازمين بنات عمتي والعيله وكده، واختي وابن اختي. جايبين ايه؟ هنعمل مكرونه بشاميل وبانيه. فجايبين 2.5 كيلو بانيه. ده ربع كده انا هتغدى بيه النهارده وبكره العزومه يوم الخميس. وجايبين هنعمل بقى كيكه رواني. مين عارفها؟ انا بحبها قوي. هنعمل جايبين دقيق، وجايبه بقسماط عشان البانيه، وجايبه اسمه ايه ده؟ دي بسبوسه. هو مش بتعمل بدقيق الذره؟ لا، دي بسبوسة. ودي بسبوسه ودي عادي. وايه تاني؟ جايبين خلطة البشاميل، لسه هجيب واحدة تاني. وجايبة علبة زبادي للرواني، وهكمل باللبن. ممكن تحطي علبتين زبادي عادي. و3 بيضات للكيكة. وعندي هنا الفانيليا، وعندي البيكنج باودر، وده لبن سايب. بس كده بقيت الحاجة بقى ان شاء الله اجيبها بكرة، وهوريكم بقى تفاصيل الاكل وكده واحنا بنعمله. تعالوا بقى نعمل النهارده الغدا بتاعنا. نعمل حته بانيه. هغسل قطعتين البانيه بقى. اعمل حته ونص واشيل حته ونص.
هنا بقى كنت غسلت البانيه، نقعته في شوية مية وليمونة وشوية دقيق كده وشوية ملح وورقتين لورا، وسبتهم شوية لحد ما نزل زفارة او كده. سبتهم قد ربع ساعة كده، وبعد كده شطفته وتبلته بقى بشوية ملح على الوشين. انا هعمل ايه؟ هعمل حتتين واشيل لبكرة حتتين. فتبلته بقى بشوية ملح، شوية فلفل اسمر، شوية بابريكا كده على الوشين. وهروح بقى اشيل قطعتين واعمل قطعتين. بس كده تبلتهم بملح وفلفل اسمر. هنعمل بقى ايه؟ قطعة ونص، القطعة والحتة في كيس كده واشيلها. هنحطهم بقى كده، هشيلهم لبكرة. وهنعمل دول. شوحنا بقى كده قطعتين البانيه. هنحط 3 معالق رز كبار. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من البامية. ماما كانت عاملة بامية كان طعمها خطير. عادي ممكن تحطي من اي خضار عندك في البيت، بس تحطي كميات بسيطة. وهو البانيه معانا اتشوح وبقى تحفة. انا حطيت عودين كده من الروزماري، لا ده زعتر. حطيت عودين من الزعتر الفريش كده، بتديله طعم وتست خطير. شوية وبس كده. كده احنا عملنا الغدا. معلقتين رز، شوية بامية صغيرين، قطعتين فراخ، وشوية لسان عصفور كده شوربة. وشكرا على كده. هحط كوباية مية كبيرة بقى ونلتقي في العشاء. اللي مش عايز يبيع مسلسل امبراطورية مين تاني؟ يا فندم احنا لا نملك ان احنا نجبر حد على حاجة، كله بالتراضي. تراضي وقطع النور والميه والانترنت تراضي. بص بصراحة أنا راجل بره الموضوع أهو. 6 ولاد 6، تنظيم الأسرة ما عداش عليهم خالص هناك، سبحان الله. ازاي حضرتك يسمعوك دلوقتي، وبالنسبة إن أنت راجل بقيت ليك كلمة يعني في المنطقة والناس كلها عارفاك، لازم يعرف الأستاذ. عاملين ايه يا حلوين؟ جه بقى وقت العشاء. هناكل بقى الزبادي. ده زبادي اللي هو زبادي يوناني ميكس بيري، طعمها خطير. انا بحب اصلا الزبادي اليوناني اللي بالفواكه اكتر من الساده، مع ان الساده يعني صحيه اكتر. بالفواكه بيبقى فيها نسبه سكر، بس انا ما خدتش بالي وحطيت كمان عليهم عسل فبقت مسكره قوي. يلا بقى مش مهم. عايزه اقول لكم حلوه قوي، والبروتين اللي فيها عالي ومشبعه جدا. يعني دي كفيله بس تتعشي بيها هي لوحديها من غير اي حاجه جنبيها، هتشبعك جدا. مش هتقومي في نص الليل زي ما بنقوم كده وناكل ونعمل ساندوتش جبنه وساندوتش لانشون والحاجات دي والستريبس بقى والبطاطس المقليه اللي بالليل دي. انا كانت عاده عندي نعمل سندوتش بطاطس كده وزازة بيبسي ونضرب وننام. هو ده اللي كان بيتخن بقى. لكن الزبادي دي حلوة جدا. احلى اتنين اللي هي الميكس بيري دي والاناناس. يا خرابي على اللي بالاناناس بقى، فيها قطع اناناس كده خطيرة.
بصوا حتى تقيلة ازاي. هناكلها بقى وننام ان شاء الله. بقى ايه، نصحى على روتين جديد وفطار جديد، واشوفكم على خير. وعايزه اقول لكم على فكره المشوار اللي انا كنت هروحه بتاع الازهر دوت، الحمد لله ما رحتهوش لان الجو كان حر اصلا. اترحمت صراحه. فانا لما رحت للترزي قال لي خلاص انا هنزل اجيبهولك. قلت له طب الحمد لله ما قلتليش ليه من الاول اصلا بدل المرمطه دي كلها، وفضلت يومين 3 متعطله. قال لي انا ما اعرفش ان انت عايزه، انا بحب ان الواحد ينزل يجيب القماش لوحده ومش عارف ايه وبلا بلا بلا. قلت له شكرا. رحت مدياله الصراحه الفلوس وهو ينزل يجيبهولي، بس يا رب يطلع بقى ايه كويس، ويا رب التفصيل يبقى كويس، لان انا دايما حظي في التفصيل يعني مبيبقاش احسن حاجه. بس انا متفائله المره دي. وبس كده يا حلوين، اشوفكم على خير ان شاء الله في روتين جديد. باي باي.